إعادة الانتخاب ديال السيد عبد الإله بن كيران كأمين عام لحزب العدالة والتنمية مؤخرا، وكذلك الخرجات الإعلامية ديالو المتعددة ما تيخليو أي شك في النوايا ديال هذا السيد هذا في الرجوع إلى المنصب ديال رئيس الحكومة. يعني هذا من عذر المغاربة يقولوا زواج ليلة تدبير عام، هذا عرس، هكذا تبادر إلى ذهن الإخوان يسموه من البداية. يعني دام الاستعداد له أكثر من سنة وشيء ما، وبطبيعة الحال كل شيء دي مكانة تستعد له تكون متخوفا من أن لا يتم على الوجه المطلوب. وهذه النوايا ديال السيد عبد الإله بن كيران في الرجوع إلى رئاسة الحكومة تتوقع من بعد من الإقصاء ديالو اللي كان تم في 2016 من بعد من الانتخابات ديال 2016. واحد الإقصاء اللي كان وقع من بعد من واحد البلوكاج كان دام لعدة أشهر، واللي اعتبروه هو أنه ظالم وغير عادل بالنسبة ليه. وهذا تيذكرنا بشكل لافت بالرئيس الأمريكي الحالي دونالد جي ترامب، واللي كان حتى هو تم الإقصاء ديالو من الانتخابات الرئاسية الأمريكية ديال 2020 من بعد ما يعني خسر الانتخابات واعتبرها حتى هو ظالمة وغير عادلة. وهذا إلا ذكرتوا مزيان كان انتهى بهذيك الهجوم على البرلمان الأمريكي أو لو سينا أمريكان في نفس السنة. وربما أنه السيد عبد الإله بن كيران أمين العام ديال حزب العدالة والتنمية تيشوف نفسه في نفس الوضعية، وأنه يعني غادي يسترجع المنصب ديال رئيس الحكومة في الانتخابات التشريعية الماجية اللي غادي توقع في 2026، وينتقم من واحد الوجهة ديال النظر على يعني القوات السياسية اللي كانوا منعوه من الرجوع إلى المنصب ديال رئيس الحكومة في 2016. هذا مع العلم أنه التشابه اللي كاين ما بين هاد الرجلين ما تنتهيش لهذا الحد، بحيث أنه لا عبد الإله بن كيران ولا دونالد جي ترامب عندهم شخصيات اللي هي قوية، يعني جبهة كيف ما تيقولوا عندنا بالعربية، وكذلك تيتميزوا بواحد الأسلوب الشعبوي الخاص، تيستعمل تارة أساليب وعبارات ساقطة وكلام ساقط ديال العمل. شكون انت باش تقول لي ما تخرجش على الموضوع؟ انت رئيس الجلسه، اسكت، تكلم باداب مع رئيس الله الحكومه. يخليك الله يخليك، ودير سكوتش على سيد رئيس الحكومه. تابع في بعض الأحيان حتى القذف و يعني السب لخصومهم السياسيين. الحمار ديال اخر الزمان. وبالتالي فهنا تيتطرح السؤال واللي هو واش عبد الإله بن كيران غادي ينجح في هذه المخاطرة ديالو، واش غادي يستطيع أنه يرجع في المنصب ديال رئيس الحكومة 8 سنين من بعد ما تم الإقصاء ديالو، وذلك في الانتخابات ديال أكتوبر 2026، يعني تقريبا واحد العام ونص من هنا. واش غادي يستطيع أنه يرجع في هذا المنصب ويتبرد وينفذ السياسات ديالو بكل الصلاحيات وكل السلطات، كيف ما عمل تماما الرئيس الامريكي الحالي دونالد جي ترامب، اللي رجع قبل تقريبا واحد 3 شهور من بعد ما فاز بطريقه كبيره، يعني كبيره جدا في الانتخابات الرئيسيه الامريكيه. سيدنا السلام عليكم. الخرجات الإعلامية اللي قام بها مؤخرا السيد عبد الإله بن كيران تتعطينا واحد النظرة العامة على الإيقاع اللي غادي تعرفوا، الحملة الانتخابية اللي غادي تجي قبل من الانتخابات التشريعية اللي غادي توقع في بلادنا في العام الماجي في أكتوبر من 2026، واللي أكيد أنها غادي تكون قوية وعنيفة. لكن وبالرغم من واحد النوع من القوة وواحد النوع من الاستعراض اللي ظهر به السيد عبد الإله بن كيران خاصة، وكذلك الحزب ديال العدالة والتنمية عموما، فغادي نشوفوا في هذه الحلقة هذه بأنه الحظوظ ديالهم في الرجوع إلى الرئاسة ديال الحكومة هي في الحقيقة ضعيفة جدا. بغيتي تعرفوا علاش وكيفاش؟ تبعوا معايا هذه الحلقة هذه، ما تنساوش اللايك والبارطاج والاشتراك. سير على الله. السبب الأول اللي تيجعلنا نقول بأنه من المستبعد جدا أنه السيد عبد الإله بن كيران يرجع
نحو رئاسة الحكومة بصفة عامة الحزب ديالو ديال العدالة والتنمية هي أنه الظروف السياسية اللي جا فيها واللي نجح فيها في الانتخابات ديال 2011 هي مختلفة جدا على الظروف السياسية ديال اليوم. فإذا عقلتوا في 2011 كان تم استدعاء ديال واحد الانتخابات التشريعية المسبقة، وذلك استجابة على الاحتجاجات ديال ما يعرف بالربيع العربي بصفة عامة، وفي بلادنا بالحركة ديال 20 فبراير. فهذه الظروف السياسية الاستثنائية كانت جعلت الدولة أنها تعامل بواحد النوع من المرونة الأحزاب ديال المعارضة بصفة عامة، وبوجه الخصوص الحزب ديال العدالة والتنمية. وسعات في هذاك الزمان الدولة أنها تهدن الأمور وأنها تسمح لحزب العدالة والتنمية أنه يشارك في الانتخابات وأنه يوصل إلى رئاسة الحكومة. ذلك أنه شافت كذلك هذه المبادرة واحد الإثبات على الحسن النية ديال الدولة في الاستجابة إلى واحد العدد ديال المطالب ديال المحتجين في الشارع. فهذه الظروف السياسية اللي عاد الشرط لها قبل قليل ديال 2011 هي مختلفة تماما على الظروف السياسية اللي تنعيشها اليوم. ذلك أنه من المستبعد جدا أننا نشوف واحد الأزمة بذاك الحجم ديال الربيع العربي اليوم. ذلك أنه الشعوب في المغرب وكذلك في مختلف الدول العربية استدركات يعني النتائج ديال هذوك الاحتجاجات اللي كانوا في 2011 والعواقب ديالها على مختلف الدول العربية، وشفنا النموذج التونسي والمصري والليبي وغيرها من الدول واللي كانت إخفاقات كبيرة. ف يعني ذلك أنه ما غاديش يكونوا هذوك الاحتجاجات، وبالتالي فالدولة ما غاديش يكون عندها هذاك الضغط الكبير اللي كان عندها في 2011. صحيح أنه حزب العدالة والتنمية والمجموعات اللي هي منسوبة عليه غادي يحاول أنه يأجج الأوضاع وأنه يحرك بعض الأطراف من أجل تنظيم الاحتجاجات، ويعني كيف ما شفناها قبل أسابيع في أثناء الاحتجاجات على القضية الفلسطينية واللي كان عندها واحد الطابع السياسي الواضح، غير أنه يستبعد أن تكون هذه الاحتجاجات بمثابة الاحتجاجات اللي كانت في 2011. هذا من جهة. من جهة أخرى فحزب العدالة والتنمية وكذلك السيد عبد الإله بن كيران ما بقاش عندهم هذيك البراءة، هذيك العذرية السياسية اللي كانت عندهم في 2011، بحيث أنه اليوم واحد العدد ديال الناس فعلا عاشت التجربة ديال الحزب ديال العدالة والتنمية بطريقة سلبية جدا، بحيث أنه شفت بأنه هذا الحزب هذا ما جاش بهذاك التغيير اللي واعد به الناس، وأنه يعني الفترة اللي كان فيها في الحكم ما عرفتش هذاك التغيير الكبير. فعلا كان هناك بعض الإنجازات، لكن على العموم اللي شفناه هو أنه على المستوى الاقتصادي النمو الاقتصادي اللي عرفته بلادنا في العقد ديال الزمان اللي حكم فيها الحزب ديال العدالة والتنمية ما بين 2011 و 2021 كان هذا النمو الاقتصادي أقل يعني في العموم، والمعدل ديالو كان أقل من المعدل ديال النمو في العقد اللي سبقوا يعني ما بين 2001 و 2011. وهذا بطبيعة الحال غادي يأثر على الناس والطريقة اللي غادي تصوت بها. أخيرا ودائما على المستوى الظروف السياسية لازم نقولوا بأنه الدولة المغربية غادي تواجه في السنوات المقبلة واحد العدد ديال المواعيد السياسية والاقتصادية المهمة جدا، وعندها كذلك واحد الأجندة على المستوى السياسة الخارجية ديالها، وواحد المواعيد بحال كأس العالم ديال 2030 اللي غادي يجعلوها أنه ما تسمحش لواحد الإنسان بحال عبد الإله بن كيران أنه اللي هو خارج السيطرة أنه يوصل إلى رئاسة الحكومة. ذلك أنه ما غاديش تقدر تخاطر بأنه تسمح لواحد السيد أنه يجعل من المغرب يفقد المصداقية ديالو تجاه الشركاء ديالو الأساسيين وخصوصا الدول الغربية. ولهذا ونظرا لهذه الظروف السياسية اللي بينتها فمن الصعب جدا أنه السيد عبد الإله بن كيران يوصل لرئاسة الحكومة. ذلك أنه الراجح أنه غادي عرف واحد المناهضة الكبيرة والمعارضة الكبيرة جدا من الأجهزة ديال المخزن وديال الدولة اللي غادي تجعل المهمة ديالو صعبة جدا. أما السبب الثاني اللي تيجعل الرجوع ديال السيد عبد الإله بن كيران للحكومة جد مستبعد هو الرئيس دونالد ترامب بنفسه. غادي تقولوا لي شنو هي العلاقة ديال الرئيس الأمريكي
رئيس الحكومه ديال المغرب والانتخابات في المغرب. هنا ما غاديش يتخفى عليكم بانه الانتخاب ديال السيد الرئيس عبد الاله بن كيران او العداله والتنميه في 2016 وقع في شهر اكتوبر، في حين انه الانتخاب ديال الرئيس الامريكي دونالد ترامب للولايه الاولى وقع واحد الشهر من بعد فقط في نوفمبر من 2016. وهنا بالضبط ليس من المستبعد انه الدوله العميقه في المغرب يعني المخزن من بعد ما شافت الانتخاب ديال الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب في 2016 واللي كان واحد الانتخاب اللي كان فيه واحد النوع من المفاجاه، فالدوله كانت ربما على علم بالنوايا ديال الرئيس الجديد الامريكي وكذلك في الاستراتيجيه ديالو وخصوصا في السياسه ديالو الخارجيه، خصوصا فيما يتعلق بتسويه اشكاليه ديال الشرق الاوسط والقضيه الفلسطينيه بوجه الخصوص. وهذا بالضبط هو اللي جعل الدولة العميقة في البلاد يعني المخزن أنه يعارض ويرفض الوصول ديال عبد الإله بن كيران للولاية الثانية ويعمل على الإقصاء ديالو، ذلك أنه التواجد ديال هذه الشخصية السياسية في أعلى هرم يعني السلطة ديال الحكومة كرئيس للحكومة كان غادي يعرقل السياسة الخارجية ديال المغرب والمصالح ديالو الحيوية، خصوصا من بعد ما اتجهت الدولة العميقة في البلاد في ما يسمى بالسياسة ديال التطبيع مع دولة إسرائيل. وبهذا فإن الرجوع ديال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئاسة ديال الولايات المتحدة قبل بضعة أشهر ربما يشكل أحد أكبر الحواجز وراء الرجوع ديال السيد عبد الإله بن كيران إلى رئاسة الحكومة في المغرب، بحيث أنه الإدارة الأمريكية ما غاديش تسمح بأنه أحد أكبر الحلفاء ديالها وربما الركن الأساسي ديال السياسة الخارجية ديالها على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ما غاديش تسمح أنه هذا الركن هذا يغير السياسة ديالو يغير التوجهات السياسية ديالو. وربما لا الوصول بنفسه ديال السيد عبد الإله بن كيران إلى رئاسة الحكومة غادي يقدر يشكل واحد المس بالمصداقية ديال المغرب تجاه الإدارة الأمريكية وربما حتى المس بالمصداقية ديال المؤسسة الملكية بنفسها. وربما في هذا يعني الظروف ما غاديش تسمح مرة أخرى الدولة أنه ترجع واحد الشخصية بحال السيد عبد الإله بن كيران إلى رئاسة الحكومة. أما السبب الثالث والأخير اللي تيقدر يخلينا نقولوا بأنه من المستبعد أن يكون الحزب ديال العدالة والتنمية يرجع إلى يتحكم زمام الأمور في الحكومة، هو ما عندوش علاقة بالظروف السياسية الداخلية أم الخارجية كانت، وإنما عنده علاقة بواحد السبب اللي هو طويل المدى واللي هو التراجع وربما الركود ديال الفكر ديال الإسلام السياسي، بحيث أنه لاحظنا في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة بأنه هذا الفكر هذا ديال الإخوان المسلمين وديال الإسلام السياسي بدأت يعرف واحد النوع من التراجع خصوصا عند الأجيال الصاعدة، وهذا بان في واحد العدد ديال الدول الإسلامية وعلى رأسها مثلا الجمهورية الإسلامية الإيرانية واللي كانت السباقة في تأسيس مثل هذه الأنظمة، حيث أنه شاهدنا واحد العدد ديال الاحتجاجات الكبرى على إثر الوفاة ديال واحد الشابة الإيرانية اللي كانت سميتها ماشا أميني واللي توفات على إثر الحجز ديالها من طرف الأجهزة ديال الشرطة الإيرانية، ولو أنه الملابسات ديال الوفاة بقات غير واضحة، إنما أنه الراجح أنها توفات على إثر تعذيب أو يعني قتل، حتى نظرا أنها ما كانتش تتلبس الحجاب أو الخمار بالطريقة اللازمة. وهذا كيف ما عرفتوا نتج عليه واحد العدم ديال الاستقرار كبير جدا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللي هدد حتى النظام في العمق وشكل واحد التهديد الكبير على الاستقرار ديال هذه البلاد. والأمثلة فهي كثيرة، نقدروا على سبيل المثال ناخذوا كذلك الجمهورية التركية، بحيث أنه حتى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان واللي هو في الحكم لمدة تجاوزت 20 عام حتى هو بدأ يعرف واحد النوع من الصعوبة في ضبط الامور السياسيه في داخل البلاد ديالو، بحيث انه تركيا حتى هي عرفت واحد العدد ديال الاحتجاجات على اثر الحجز ديال المعارض التركي اكرم اوغلو واللي كان هو العمده ديال مدينه اسطنبول
وهذا تينعكس على أنه النظام والحكم ديال الرئيس التركي إردوغان بدأ يعني في التراجع. وصراحة أن الأمثلة هي كثيرة، ومثلا نقدروا نذكروا على سبيل المثال المملكة العربية السعودية نفسها، بحيث أنه النظام ديال يعني الملكي والحكم ديال الولي العهد محمد بن سلمان فتح واحد العدد ديال واحد الفترة الجديدة اللي عرفت واحد العدد ديال التغيرات الكبرى على المستوى القانوني، خصوصا واحد العدد ديال الإصلاحات على المستوى السياسي والاجتماعي اللي جعل ربما المكانة ديال الفقهاء وديال رجال الدين أنها تراجع، والثقل ديالهم اللي كان على المجتمع كذلك أنه يعرف راسه محصور. وهذه ليست فقط يعني الأمثلة، ربما حتى المثال السوري مؤخرا، حيث أنه الوصول ديال واحد النظام اللي هو عنده واحد المرجعية إسلامية، إلا أنه في بداية المسار ديالو بعد السقوط ديال النظام ديال بشار الأسد لاحظنا بأنه هذا النظام الجديد ما سعاش أنه يفرض راسه بطريقة عشوائية وبطريقة عمياء كيف ما كان الوضع من قبل، وأنه سعى أنه يعني ربما يتشاور مع المعارضة ومع القوى الأوروبية كذلك. وبالتالي فهذه التطورات اللي تنعرفوها على مستوى الفكر الإسلامي السياسي ككل تجعلنا أننا نفكروا بأنه ربما الساعة ديال الحزب ديال العدالة والتنمية انتهت وباتت في الماضي وماشي هي في المستقبل. وربما أن هذاك الأوج اللي كانت عرفاته الحركة ديال الفكر الإسلامي في التسعينات من القرن الماضي وفي السنوات 2000 ربما هي وراءنا، ومع الناس اليوم ما بقاتش مستعدة أنها تصوت على مثل هذه الأحزاب، أو على الأقل تعطيهم واحد الحكم اللي هو يعني بدون شروط وبدون قيود. وربما هذا غادي يكون كذلك غادي يكون واحد الحاجز وراء الوصول ديال حزب العدالة والتنمية وديال السيد عبد الإله بن كيران إلى رئاسة الحكومة. واحد القضية كاينة في المغرب زبيدة وهي غريبة، اللي يشد شي حاجة كيسكت، اللي كيبغيوش لا ماشي شغلك. سيد رئيس الحكومة راه المغرب عارف شكون اللي كيسوق وما خاوياش. السي الراضي